السلام عليكم. كشفت مصادر عليمة في دائرة الاستعلام والأمن أن المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة لاغتيال رئيس أركان الجيش الوطني الجنرال شنقريحة واستفراد روسيا بالقرار في الجزائر. وأفادت مصادرنا بأن مسؤولين فرنسيين اكتشفوا أن جنرالات في الجيش مقربين من روسيا كانوا يخططون لاغتيال الجنرال شنقريحة عبر تسميمه. وبحسب مصادرنا فإن فرنسا تخوفت أن تؤدي محاولة اغتيال الجنرال شنقريحة إلى حرب مباشرة طاحنة بين الجنرالات ستؤدي لعشرية سوداء ثانية وانفراد روسي بالقرار، وأهم من هذا انهيار نظام الجنرالات والذي تعتبره فرنسا الخط الأحمر الأمامي للحرس الجمهوري، والذي يقوم بخلق المشاكل في دول شمال إفريقيا وغربها. وقالت المصادر إن الفرنسيين علموا بالعملية، لكن بعد نقاش داخلي بين قادة الدولة اتخذت فرنسا خطوة غير عادية بمطالبة الأجنحة الأخرى بإلغاء العملية، إلا أنها فوجئت بأن الجنرالات نفذوا العملية بالفعل ولم تنجح. وتحدث التقارير حينها عن سقوط عشرات الضباط الكبار قتلى في سقوط مروحية عسكرية، إلا أن الجنرال شنقريحة لم يكن بينهم. وكانت وزارة الدفاع أعلنت في فبراير الماضي أن رئيس الأركان تفقد القوات المشاركة في المناورات العسكرية شرق البلاد، لكنها لم تحدد المواقع التي شهدتها الزيارة. وحسب مصادرنا من بين أخطاء الجناح المنافس للجنرال شنقريحة هو استخدامهم لهواتفهم المحمولة للاتصال ببعضهم، ما مكن الفرنسي من خلال برامج التجسس بيغاسوس من كشف العملية. وأضافت مصادرنا أن شنقريحة وصلته المعلومة من الفرنسيين وقال لمقربيه أنه من الواضح أن أولئك الذين يرغبون في قتلي أو إبعادي وجعلي ضعيفا ومعزولا لن يصلوا إلى هدفهم، رغم أنهم أوجدوا الآن دائرة كبيرة من الأشخاص الذين ليسوا قليلي العدد والذين يعتبرونني شخصا يجب التخلص منه. كما اشتكى من عدم مبالاة للمخابرات العسكرية بأمنه. لهذا تضيف مصادرنا أن الفترة القادمة ستعرف حربا طاحنة خفية بين الأجنحة المتصارعة على حكم الجزائر، وستكون فيها وفيات غامضة واعتقالات وإقالات من المناصب في القريب العاجل.